برضو فكرة تانية الفتحات بتاعتنا ازاي نقدر نستغل الفتحات. بيبقى معانا بقى في الابواب او في الشبابيك. هنا مثلا في الاوضه دي الباب علشان نفرش الاوضه دي محتاجين مثلا عشان نحط الدولاب كان ممكن نحطه في وش الباب بالشكل ده. لا ده طبعا يبقى مش احسن يبقى حاجه، وحش جدا، ده تدخل كده في بيقفل وش الباب الفيو تلاقي الدولاب. بالظبط وبيسد الفيو ويكتم الاوضه، فلا مش بنفضل الحل ده. مم. فحاجه زي كده لو احنا لسه بنفكر في المرحله اللي في الاول خالص، انا ممكن اسيب عرض الدولاب اللي هو مثلا ممكن يبقى 60 او 70 سنتي، ونرحل الباب الجزء الصغير ده يخلينا نقدر نعمل الدولاب في ظهر الباب، فيخلينا نقدر ندخل على فراغ واسع، وفي نفس الوقت ما نحسش بالدولاب كمساحه في الاوضه. يعني نحس ان هو اوريدي خلاص هو اتدفن في السايد اللي فوق ده كله، فما بقاش عندنا المشكله يبقى دي. ده يساعدني ان انا اكبر مساحه الدولاب وفي نفس الوقت دخلة الاوضه بقت احلى. بالظبط زي الصوره برضو هتتعرض دلوقتي فيها برضو نفس الكونسبت ده. زي الاوتيلز كده لما بنفتح الباب وتلاقي السايد اللي في الجنب، احنا بنفتح الباب مظبوط. اوريدي خلاص السايد كله بيتاخد في ايا كان الدولاب بقى نحط فيه ايا كان الديزاين بتاعنا، للتلفزيون للدريسر اي حاجه، خلاص انا خدت سايد واعتمدته هو ده.